ممكن تديني سبب واحد بس يقنعني ان انت تخلي الاهلي والزمالك يلعبوا في توقيت واحد، الا يكون في حاجه في دماغك يعني غريبه. يعني المفروض انت عايز تسوق للدوري بتاعك وعايزه يتشاف، في احسن من الاهلي والزمالك؟ ليه يلعبوا في توقيت واحد؟ يعني بينافسوا بعض، قريبين من الدوري، ده في حته وده في حته. الاهلي تبع الاهلي عنده ماتش الرجاء يوم السبت، خليه يلعب النهارده. الزمالك ما عندوش حاجه، لسه هيلعب يوم 26 مع سيراميكا، خليه يلعب بكره. هو في احسن من الاهلي والزمالك عشان يسوقوا لك الدوري بتاعك؟ طب ما الزمالك في زملكاويه بيحبوا يتفرجوا على الاهلي، وفي اهلاويه بيحبوا يتفرجوا على الزمالك، اديك خسرتهم. وفي الوطن العربي بيحبوا يتفرجوا على الاهلي، وفي الوطن العربي بيحبوا يتفرجوا على الزمالك، اديك خسرتهم. يبقى منين انت عايز تسوق للدوري بتاعك، عايزه يتشاف؟ يعني اكبر فرقتين قاعده جماهيريه في الوطن العربي وفي مصر هو الاهلي والزمالك. ايه المبرر بقى اللي انا اخليهم